المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. إصابة 53 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. حصاد محصول وفير في عالدخالة. خدمات سريعة لطب كسور العظام ومصاعب العضلات. إنغاز عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غربي نيجيريا. هجوم بالصواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد. واليابان توافق على زيادة في ميزانية الدفاع. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضراتكم في البدء توجيهات لجنة المهام العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا. ظلت الحكومة الإريترية تصدر على فترات تعليمات وتوجيهات آنية وتنفيذها إدراكا لمخاطر وباء فيروس كورونا وتأثيراته، غير أن وباء فيروس كورونا انتشر بصمت في الفترة الماضية إلى جميع الأقاليم بما في ذلك بعض الأرياف، وبدأ في إصابة مواطنين لم يسافروا البتة. هذه الظاهرة مقلقة وخطيرة جدا، ولما لم يتم اتخاذ إجراءات سيطرة صارمة وفاعلة للحد من طبيعة الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا الجديد الذي بدأ بعدد محدود، سينتقل الوباء في وقت وجيز إلى آلاف الأشخاص. ولهذا فإن لا مناص من اتخاذ خطوات جادة وقوية لقطع دائرة انتشار الوباء وضمان سلامة المواطن والبلاد. وبناء على ذلك فإن لجنة المهام العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا تصدر التعليمات الآتية. أولا، الحد من حركة المواطنين باستثناء الأنشطة التنموية والخدمية والأمنية التي لا يمكن إلغائها والمسموح بها من الجهات المعنية. ثانيا، منع حركة المواطنين من قرية ومدينة إلى قرية ومدينة أخرى على مستوى البلاد عامة. ثالثا، توقف حركة السيارات الصغيرة الخاصة وسيارات نقل الركاب دون تصريح خاص، على أن تواصل سيارات الشحن عملها لنقل الشحنات فقط. رابعا، إغلاق كافة المؤسسات التجارية باستثناء المرتبطة بالحياة المعيشية المباشرة للمواطنين، على أن تغلق هذه المتاجر أبوابها في الساعة 8 مساء. خامسا، تواصل المؤسسات الإنتاجية والخدمية عملها مثل المصانع والزراعة والتصنيع الزراعي والبناء إلى آخره. سادسا، يستمر عمل المواطنين الناشطين في الزراعة وتربية الحيوانات وغيرها من الأعمال التنموية الهامة في الريف. سابعا، إيقاف عمل كافة المؤسسات الحكومية باستثناء المؤسسات التنموية والخدمية والأمنية الضرورية التي ليس بالمستطاع إيقافها. ثامنا، تنفيذ المناسبات الاجتماعية الضرورية مثل القبر والعزاء بأقل عدد بحيث لا يتجاوز 10 أشخاص فقط، وتحويل جميع المناسبات الاجتماعية الأخرى التي يمكن إلغائها إلى فترات أخرى. تاسعا، من الضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة من التباعد وتعقيم الأدوات وتغطية الفم والأنف وغيرها في الأعمال والحركة المسموح بها، وعلى المؤسسات والعمال ومتلقو الخدمات اتباع هذه التعليمات بجدية. عاشرا، إلى جانب ضبط النفس التي يقوم بها كل مواطن وأسرته لتأمين التنفيذ الكامل لهذه التعليمات، ستقوم إدارات الأقاليم وقوات الشرطة والأمن وكذلك اللجان الشعبية المقامة في كل منطقة بالمتابعة الحثيثة، وستتخذ إجراءات قانونية بحق منتهكي هذه التعليمات. 11، تكون هذه التعليمات نافذة المفعول من الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء 22 من ديسمبر، وستجرى عليها التحسينات اللازمة على فترات بعد التقييم الدقيق، وضعا في الاعتبار لأوضاع ومخاطر وباء فيروس كورونا. النصر للجماهير، لجنة المهام العليا لمكافحة فيروس كورونا 20 من ديسمبر 2020. أوضحت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 21 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الجنوبي والأوسط والقشبركة أظهرت إصابة 53 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت إصابات فيروس كورونا في 27 مريضا من صنعاء و3 في عالدخالة بالإقليم الجنوبي، 21 في أسمرة بالإقليم الأوسط، و2 في تسني بإقليم القشبركة. في غضون ذلك شفي 17 مصابا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية
في مستشفيات الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 807، شفي منهم 557 ولا يزال 210 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمر 21 من ديسمبر 2020. ذكر مزارعو مديرية الدخالة حصاد محصول وفير هذه السنة بفضل الاستعدادات الجيدة وغزارة الأمطار. وفاد مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد نجوسي ولد ميكائيل زراعة 20,000 هكتار بالطاف والذرة والقمح والبقوليات، وقد أظهر الإنتاج ارتفاعا مقارنة مع العام السابق. وقال إن الأمطار بدأت في الهطول هذه السنة من شهر إبريل وهطلت ل 52 يوما على المستوى العادي وفوق العادي، وبلغ معدل الأمطار حوالي 800 ملم، وكان الإنتاج جيدا في الزراعة الربيعية والصيفية. وأشار إلى أن التنويع الزراعي الذي يقوم به المزارعون منذ 2018 يحقق نتائج مرضية، موضحا حصول المواشي على وفرة الحشائش. وكذا السيطرة على أسراب الجراد التي قدمت من إثيوبيا دون إحداثها للأضرار بتضافر جهود الإدارات وقوات الدفاع وخبراء الزراعة. وأوضح المزارعون حصاد محصول أفضل من العام السابق لغزارة الأمطار من جهة، والجهود التي بذلوها مدعومين بإرشادات خبراء الزراعة من جهة ثانية. قال مسؤول قسم جراحة العظام والعضلات في مستشفى حليبة المرجعي الدكتور سلمون صقاي إن على المصابين بكسور في العظام ومصايف العضلات عليهم القدوم بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل. وأوضح أن العلاج الشعبي تكثر مخاطره أكثر من فوائده، ويسهل العلاج باستخدام المعدات الحديثة للتشخيص والجبر. وذكر إن القسم يستقبل يوميا 25 مصابا ويجري 16 عملية جراحية صغيرة وكبيرة تقريبا في اليوم. وأشار الدكتور محرة آب يماني والدكتور طعوم مزقة تسفى مريم أعضاء قسم جراحة العظام في مستشفى حليبة إن الجهود متواصلة لتطوير القدرات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين. أوضح سكان هميمه أن الخريطة السكنية التي تم إعدادها ساهمت في تطوير البلدة وبناء مؤسسات خدمية فيها. وأوضح السكان أن البلدة التي هي حاضرة مديرية قرورة شيد فيها مركز صحي ومشروع لمياه الشرب ومؤسسات التعليم والمساكن، وساعد ذلك في تجميع القرى. وذكر السكان أن التطور الذي تشهده بلدة هميمه له دور في خلق فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية، وتسجل تقدما ملحوظا في التجارة وتنمية البساتين مع بدء خدمات الهاتف النقال. تبرع الإريتريون المقيمون في كندا بأكثر من $1,000,000 كندي للتصدي لوباء فيروس كوفيد-19. أوضح مكتب الشؤون الشعبية والمجتمعية أن التبرعات التي بدأت منذ شهر إبريل 2020 كانت تستهدف الوصول لمبلغ $500,000، لكن المشاركة النشطة للمواطنين علت التبرع وجعلته يصل حتى 20 من ديسمبر $1,043,110 كندي. كما ألقى المواطنون المقيمون في كندا والذين يمتلكون منازل داخل البلاد إيجارات بيوتهم من شهرين إلى سنة ل54 أسرة. بعد الفاصل سيداتي سادتي نعود لمواصلة الأخبار. أفادت الشرطة النيجيرية أن حراسا محليين تمكنوا من إنقاذ العشرات من تلاميذ المدارس اختطفهم رجال عصابات في ولاية كاتسينا في شمال البلاد بعد معركة بالأسلحة النارية. وقال جامبو إيسا المتحدث باسم الشرطة في الولاية إن مسلحين خطفوا نحو 80 طفلا أثناء عودتهم إلى قرية ماهوتا بعد حضورهم مراسم دينية. وجاء الحادث بعد أيام على إطلاق سراح 344 تلميذا خطفهم رجال عصابات من مدرسة داخلية في كانكارا في الولاية نفسها واحتجزوهم لمدة 6 أيام. ولا يزال عدد التلاميذ الذين خطفوا الأسبوع الماضي غير واضح.
ويحدد بعض المسؤولين الرقم بين 320 و 333 تلميذا، بينما يقول سكان محليون إن الرقم نحو 500. وتم تحميل عصابات مسؤولية الهجوم وعملية الاختطاف في البداية، لكن لاحقا تبنتها جماعة بوكو حرام الجهادية التي نشرت تسجيل فيديو يظهر الفتيان المختطفين. انفجرت صواريخ أطلقت دفعة واحدة في بغداد قرب مقر السفارة الأمريكية تزامنا مع تصاعد حدة التوتر قبيل ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغارة أمريكية. ونددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين. ودعت السفارة في بيان جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في شرق العاصمة العراقية سماع ما لا يقل عن دوي 5 انفجارات تبعها صفير. وذكر مصدر أمني أن 3 صواريخ سقطت قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية، فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة. وأصدرت قوات الأمن العراقية بيانا قالت فيه أن الهجمات تسببت في أضرار مادية من دون وقوع إصابات. وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية دفاع قياسية للسنة المالية 2021 بإجمالي أكثر من 51 مليار دولار، وذلك في إطار مساعيها إلى تطوير صواريخ مواجهة جديدة قادرة على مهاجمة أهداف من خارج نطاق العدو، وذلك وسط تهديدات صينية متزايدة. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن مسودة الميزانية ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالسنة 2020 المالية، وسجلت مستوى قياسيا للسنة السابعة على التوالي، حيث تعزز الدولة قدرتها على التعامل مع تزايد النفوذ البحري للصين والتهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية. وفي السنة الأولى من إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ارتفعت ميزانية الدفاع للعام التاسع على التوالي. استعهد سوغا بالمضي قدما في المسار الذي حدده سلفه شينزو أبي. وخصصت وزارة الدفاع اليابانية 33.5 مليار ين لتطوير صواريخ المواجهة يابانية الصنع. أجرت البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق بحر المتوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عناصر من القوى البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات، لكن الوزارة نشرت صورا تظهر الطلقات والسفن التركية بوضوح. وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا غير القانوني والعدائي في البحر المتوسط بإزاء اليونان وقبرص. وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه يريد فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. قدمت لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.